أهلا بيكم في حلقة جديدة من تك الزرار. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الشغف. قبل ما نبدأ الموضوع خليني أقول لك الأول إيه هو الشغف. الشغف ببساطة هو الحالة اللي بتدفع أي شخص إن هو يعمل الحاجة اللي بيحبها بكل طاقته. يعني أنا هبقى بعمل الحاجة دي بأقصى ما عندي من قوة لأن أنا بحبها ونفسي أنجح فيها وأتطور فيها، سواء بقى الحاجة دي كانت في الرياضة، في الفن، اي مجال انت بتحبه او بتشتغل فيه، سواء بقى كنت محاسب، مهندس، ايا كان. ولما تحس ان انت بتعمل الحاجة دي بحب وبكل طاقتك، اعرف ان شغفك رايح للحاجة دي. هتلاقي نفسك متحمس ليها ومصر ان انت تعملها بص، يعني هتحاول بقدر الامكان تحقق نفسك فيها. بس خد بالك ان انت لازم تختار شغفك بعناية وبحرص، لان انت ممكن مثلا تكون مندفع لحاجة معينة بدون ما تكون هي دي شغفك، هي مثلا لمجرد انها حاجة عجبتك او حاجة جديدة طالعة. ولكن علشان تبقى عارف الشغف هو ايه، هو اللي هتلاقيه مكمل معاك، ومهما حصل هتلاقي نفسك بتحنله مهما بعدت عنه. وده هياخدنا للنقطة التانية. خليني اقول لك ان الموضوع ده مهم تعرفه كويس، لان في شعرة ما بين ان انا يكون عندي شغف باكتر من حاجة وبين ان انا اكون مشتت بين اكتر من حاجة. واحنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن التشتت، ممكن ترجع لها هتلاقيها هي ظاهرة في الاي هنا او هنا، مش عارف، ممكن تقدر ترجع لها تتفرج عليها وترجع تكمل معانا الحلقة دي. طيب نرجع بقى لموضوعنا، وخليني اقول لك ان الاجابة هو انت ممكن يكون عندك شغف لاكتر من حاجة. زي مثلا ان انا شخص مصمم وفي نفس الوقت بحب التصوير، بحب كمان مثلا الفويس اوفر، او بحب البرمجة. انت مثلا شخص مهندس وبتحب ترسم او بتحب تلعب رياضة معينة. كل الحاجات دي تقدر من خلالها تعرف انت عندك شغف لاكتر من حاجة او لا. ولكن طبعا الموضوع بيختلف من شخص للتاني، ولكن خليك دايما عارف ان انت لو عندك اكتر من شغف لازم يكون في توازن بينهم. ليه توازن بينهم؟ علشان مثلا ما يحصلش ان حاجة تيجي على حساب حاجة تانية. ولكن برضو خليني اقول لك ان انت مش هتلاقي عندك الموضوع يعني متفرع او متشعب كتير بين اكتر من حاجة. انت كل الموضوع في الاخر هتلاقي حاجة او 2 أو 3 بالكتير. ولكن حتى لو كانوا 2 أو 3 حاول تعمل توازن بينهم، علشان ما تلاقيش نفسك رايح لحاجة وسايب حاجة، ولو ان انت في الاول وفي الاخر هتلاقي نفسك رايح لحاجة معينة وهي دي اللي شغفك رايح عليها 100%. طيب ايه السبب اللي ممكن يخلي شغفي يقل او ينطفي؟ تعالى كده اقول لك على الاسباب دي. احنا في عندنا اسباب كتير بتسبب الاحساس ان شغفك يقل او انه يختفي تماما. من الحاجات دي اول حاجة عندك الملل لما تلاقي نفسك بتعمل نفس الحاجة كل يوم، هي بدون بقى اي تغيير، بدون اي ابتكار، بدون اي تجديد، حتى في نفس الميعاد، حتى بنفس الريتم، بنفس الطريقة. فده هيسبب لك ملل كبير وهيخليك تبعد عن الحاجة دي بسرعة وما تقدرش تكمل فيها. تاني حاجة عندنا وهي التوقعات الكبيرة. دايما لما اكون حاطط لنفسي سقف توقعات كبير او احلام كبيرة، وفجأة اصطدم ان الموضوع لا، ما مش بالسهولة دي او مش هيتحقق بالشكل ده، بيحصل لي حاجة يعني نقدر نقول خيبة امل. فبتخليك خلاص بقى انا مش قادر اكمل، انا يأست، انا خلاص محبط مش قادر. او لو انك مثلا حاطط حد معين او عايز توصل لحد معين، مثلا لو هنقول ان انت شخص شغال في مجال التصميم، وانت باصص مثلا لمصمم حد من الكبار او حد من الجامدين جدا زي ما احنا بنقول، وفجأة انت بعد عمال بقى دراسة وعمال تشتغل ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس برضو انت ما وصلتلوش، فده هيعمل لك حالة من حالات الاحباط. ولكن هل انت فكرت اللحظة الشخص ده عمل ايه او بدأ من امتى عشان يوصل للي هو وصل له؟
ومش معنى ان انت بتذاكر كتير وبتشتغل كتير ان انت خلاص هتبقى زي الشخص ده، لا. ما هو في الوقت اللي انت بتشتغل فيه كتير وبتذاكر فيه كتير هو برضه بيعمل نفس الشيء، فبالتالي هو مستواه بيتطور وانت كمان مستواك بيتطور. فانت علشان ما توصلش للمرحلة دي دايما قارن نفسك بنفسك. يعني شوف انت كنت فين مثلا من شهر وبقيت فين دلوقتي، وفي الحالة دي انت هتلاقي نفسك مكمل في الحاجة اللي انت بتحبها او في الحاجة اللي انت شغوف بيها. طيب تالت حاجة عندنا وهي عدم الرضا. دايما طول ما انا مش راضي عن نفسي عمري ما هكمل في الحاجة دي ولا هحبها. خليك دايما راضي عن نفسك وراضي عن اللي انت بتوصل له. مش معنى كده بقولك ان انت تستكين وتستمر على حاجة معينة، لا، طور من نفسك طبعا، ولكن اللي اقصده هنا ان دايما خليك راضي عن المرحلة اللي انت بتوصل لها، وشوف انت عايز توصل لايه بعدها. مش فكرة ان انا لا انا مش عاجبني اللي انا فيه، انا شوف فلان احسن مني، شوف علان عمل ايه وسبقني، والكلام ده كله ده مش صح. طيب رابع حاجة عندنا وهي الاجهاد والتعب. اي حد فينا لما بيبدأ مجال جديد او بيلاقي شغفه في مجال جديد بتلاقيه مديه كل طاقته. انا كل يوم هشتغل، كل ساعة هشتغل، لا هنام ولا هرتاح ولا اي حاجة، وفجأة هتلاقي ان انت وقعت ما بقيتش قادر. الموضوع بالنسبة لك هيبقى مؤلم. يعني انا جسمي محتاج يرتاح، عقلي كمان محتاج يرتاح، لازم اخد فواصل بين اللي انا بعمله. يعني انا مثلا النهاردة اشتغلت 3 ساعات، اريح ساعة او نص ساعة او اريح حتى الباقي اليوم واكمل بكرة، علشان دايما جسمك تلاقيه في نشاط وعقلك تلاقيه في نشاط. لان انت لو ما عملتش ده فجأة هتلاقي نفسك وقعت ومش قادر تكمل، وهيبقى الموضوع مرتبط بالنسبة لك بوضع مؤلم ووضع متعب جسديا وذهنيا. خامس حاجة عندنا وهي عدم التطور. مشكلة كبيرة قوي ان انا اعتمد على موهبتي بس بدون ما اطورها او احسن فيها. يعني طول ما انا معتمد على موهبتي هلاقي الناس بتجري حواليا، فلان سبقني وفلان وصل واشتغل في مكان احسن، وفلان بقى عنده مثلا قناة يوتيوب اكتر، فلان. الحاجات دي كلها ليه؟ عشان الناس دي ما وقفتش في حتة معينة او قالت بص انا موهوب بقى والدنيا تمام وانا اجمد واحد في الكون ومش مهم بقى اطور نفسي ولا اذاكر ولا الكلام ده كله. ده اكبر غلط، وفي لحظة هتلاقي نفسك وقفت وما بتعملش اي حاجة والكون كله بيتحرك من حواليك، وهتيجي انت تندم بعد كده. فعلشان كده دايما حاول تطور نفسك وتحسن من اسلوبك وتحسن من ادائك. اقرا كتير، اعرف عن مجالك كتير، اتفرج كتير لو انت شغال في مجال في الحاجات البصرية، او اسمع كتير لو انت شغال في الحاجات زي الفويس اوفر والحاجات دي كلها. رقم 6 وهي ضغوط الحياة. السبب ده انا شايف يمكن ان كتير مننا ملوش يد فيه. يعني ضغوط الحياة احنا ما بنقدرش نتحكم فيها، فبالتالي انت برضو مع ضغوط الحياة لو انت عندك شغف معين ممكن بسبب مثلا الاحتياج المادي او ايا كان تلاقي نفسك ما كملتش فيه. فالنقطة دي برضو لازم ناخد بالنا منها. لو انت هتقدر توفق بين الاحتياجات او متطلبات حياتك وبين ان انت تفضل مكمل في شغفك وتحقق نفسك فيه، ده هيكون حاجة كويسة جدا. لان ساعات كمان ضغوط الحياة بتكون حافز للشخص ان هو يطور من نفسه او يعمل حاجة جديدة، بدل ما يقف وينهار ويقول لك لا انا مش قادر اكمل. فبرضو خلي بالك من النقطة دي، لان الموضوع بيبقى شوية سلاح ذو حدين. يعني في ناس بالموضوع ده بيحفزها، وفي ناس تانية الموضوع لا بيوقفها ويخليها تنهار تماما. طبعا كل واحد بيختلف حسب شخصيته وحسب اسلوب. فالنقطة دي من النقط المهمة ان احنا نخلي بالنا منها. طيب الحاجة اللي بعد كده وهي عدم الدعم. يعني انا شخص شغال مثلا في التصوير او في التصميم وعمال كل يوم مثلا نازل على انستجرام او فيسبوك او ايا كان، وما بلاقيش دعم، ما بلاقيش حد يشجعني زي ما بيقولوا. الموضوع ده ممكن في ناس تقول لك لا انا هشجع نفسي، ولكن برضو دايما
خليك عارف ان العامل الخارجي والتشجيع الخارجي دايما له فرق. انت لما بتعمل حاجة وتحس ان هي ليها مردود، ده بيخليك تفضل مكمل في الحاجة اللي انت بتعملها بكل حب بقى والنشاط والكلام ده كله. وده بقى هنوصله في النقطة اللي جاية واحنا بنتكلم عن ازاي اجدد شغفي. لو انت حسيت لأي سبب من الأسباب ان شغفك ده قل او راح، خليني اقولك ان انت تقدر بخطوات بسيطة تستعيد الشغف ده. بس خد بالك ان الخطوات دي مش شرط تنفع كلها معاك. ممكن انت تستخدم بعضها، وممكن تستخدمها كلها، ممكن تستخدم منها خطوة واحدة، ممكن ما تستخدمش منها ولا خطوة. لان الموضوع هو تجربة شخصية لناس حصل لها الموضوع ده قبل كده وجربت الخطوات دي فنفعت معاها، وفي ناس ما نفعتش، وفي ناس زي ما بقولك نفع معاها بعض الخطوات وخطوات لا. فالموضوع مش خلطة سحرية، او الموضوع مثلا هو مش سيستم انت هتمشي عليه فهقولك 1 2 3، فبمجرد ما هتعمل 1 2 3 فهتلاقي نفسك الدنيا تمام. لا، هي تجارب، فانت جرب. ولكن خلينا برضو نقول مع بعض الخطوات دي هي ايه. عندك مثلا اول حاجة ان انت تدور على تحدي جديد. يعني اتحدى نفسك ان انت تعمل حاجة جديدة، او اتحدى حد من صحابك او زمايلك ان انتوا الاتنين مثلا تختاروا حاجة معينة وتعملوها. فبالتالي هيحصل عندك تجديد للموضوع، هيحصل عندك روح جديدة وشغف جديد، تلاقي نفسك انت كل يوم عايز تعمل احسن. لما تلاقي شخص تاني بيتحداك، لا هو مش احسن مني. الموضوع مش فكرة بقى هنا حسد او غيرة او الكلام ده، لا لا لا، الموضوع تحدي. زي بالظبط كده لعيب الكورة لما بيجي مثلا والله انا النهاردة كنت في الماتش ده كويس وفلان كان احسن مني، لا المرة الجاية انا هبذل اقصى مجهودي علشان انا كمان ابقى كويس. هي دي الفكرة. فانت دايما حاول تلاقي تحدي جديد يجدد من شغفك. رقم 2، حاول تشارك ناس عندها نفس الاهتمامات بتاعتك. يعني حاول مثلا تشترك في الجروبس بتاعت الواتساب او تليجرام او فيسبوك او ايا كان المنصة اللي انت بتتعامل عليها على السوشيال ميديا. حاول تشترك مع ناس عندها نفس الاهتمامات ونفس الشغف بالحاجة اللي انت بتحبها. ده هيفرق معاك كتير، هيخليك كمان تتعلم حاجات اكتر وتشوف حاجات اكتر. بالتالي هتلاقي عندك كل يوم جديد، وكل يوم عندك معلومة جديدة عايز تضيفها او عايز تجربها. الحاجات دي كلها بتفرق. يعني مش عايز اقولك انا مثلا قبل كده لما اول ما بدأت التصميم وبدأت التصوير ما كنتش اعرف حد، فكنت بصور لوحدي وفاكر بقى ان انا اجمد حد في الدنيا، والموضوع بقى بالنسبة لي روتيني. ولكن لما اتعرفت على زمايلي المصورين، لا الموضوع فرق. لما بقيت بخرج معاهم بجرب، لا انا بقيت بتعلم كادرات جديدة، وبقيت بتعلم انواع حتى تصوير جديدة. فدايما خلي النقطة دي في بالك، هتفرق معاك كتير. كنا اتكلمنا في النقطة اللي فاتت عن ان انت بتكتفي بموهبتك فبالتالي شغفك بينطفي. طيب دي حلها ازاي؟ دايما اتعلم جديد. كل يوم اقرا واتفرج على فيديوهات وتعلم حاجة جديدة. ده هيضيف لك وهيزود من معلوماتك. هيخليك بمعنى اصح كل ما تعرف جديد كل ما انت عايز تجرب اكتر، كل ما بتطور من نفسك، فبالتالي انت بتعلى. وكل ما بتوصل لمرحلة هتلاقي نفسك لا متشوق ان انت توصل للمرحلة اللي بعدها، وهكذا. الموضوع بالنسبة لك خده كأنه تحدي في لعبة. هيفرق معاك وهيخليك صدقني كل يوم احسن واحسن، وبتتطور بشكل انت لا تتخيله. حتى لو اتعلمت كل يوم مثلا 10 دقايق اتعلمت حاجة جديدة او معلومة جديدة في المجال بتاعك، تعال بص على اخر الفترة اللي انت محددها لنفسك، هتلاقي نفسك اتعلمت كم معلومات او كم حاجات جديدة مهولة لا تتخيلها. فعلشان كده ما تخليش النقطة دي تفوتك، وان دايما تفضل تطور من نفسك وتحسن فيها. رابع حاجة عندنا وهي الاسترخاء والراحة. دايما حاول تدي نفسك راحة، او تدي جسمك وعقلك فرصة انهم يرتاحوا علشان يرجعوا يستعيدوا نشاطهم. ده هيفرق معاك وهيخليك كل مرة بتيجي تعمل حاجة هتعملها وانت مبسوط ومشتاق ليها.
غير لما تكون بتعملها كل يوم كل يوم كل يوم، فهتلاقي نفسك منهك وتعبان ومرهق ومش هتكمل فيها. فعشان كده ادي عقلك وجسمك الراحة اللازمة علشان يدوك النشاط المناسب. ده هيفرق معاك كتير. دايما اهتم بصحتك. طول ما انت بتهتم بصحتك ونشاطك ده هيحسن مودك، هيحسن مزاجك، هيخليك تشتغل بشكل احسن، هيخلي دايما نشاطك متجدد، هيخليك بتبدع، هيخلي عقلك دايما وذهنك حاضر. فبالتالي هتلاقي نفسك ما بتملش، هتلاقي نفسك عايز دايما توصل لحتة افضل، هتلاقي نفسك نشيط وبتتحرك. فالنقطة دي مهمة. خلي دايما في وقت للرياضة في يومك، حتى لو ربع ساعة او نص ساعة. ده هيفرق معاك جدا وهيخليك بعد كده شغال وانت مبسوط وانت مرتاح. دايما اهتم بنومك. النوم لفترات كويسة دايما هيخلي عقلك نشيط وذهنك حاضر. فبالتالي هتعرف تشتغل وانت مرتاح، لا هتكون بقى متضايق ولا هتكون بقى حاسس ان انت عندك خمول ولا عايز تنام ولا الكلام ده. ده كان كده ببساطة تعريف ايه هو الشغف، ايه هي اسباب ان انا افقد شغفي، وازاي اقدر ارجع شغفي مرة تانية. لو عندك اي اسباب خلتك تفقد الشغف، او حتى عندك طرق جديدة تجدد الشغف، يا ريت تشاركنا بيها في التعليقات. وما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل شير ولايك وسبسكرايب. كنت معاكم احمد المسلمي، دمتم بخير.